لو عاوز تعرف ايه مميزات التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو ده. وبعد ما عرفنا ايه مميزات عملية تحويل المسار ومميزات اننا بنعمل العملية بالمنظار، ما عادش باقي غير اننا نعرف ايه مميزات التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في عملية تحويل المسار. ايه هي مميزات التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في عملية تحويل المسار؟ جهاز ليجاشور أو هارمونيك لفصل منديل البطن عن المعدة أو الأمعاء. دباسة جديدة إشلون فيليكس جونسون باور الأمريكية. غيارات للدباسة جي اس تي ثلاثية الصفوف الأصلية مش الصيني، لعمل جيب المعدة ولتوصيل المعدة بالأمعاء. يعني مفيش تسريب ومفيش نزيف بفضل الله. بنخيط منديل البطن تاني في المعدة وفي الأمعاء عشان نثبت المعدة وما يحصلهاش التواء، وعشان ما يحصلش فتاء داخلي للأمعاء. بنستخدم نظام الشيس كلوجر، بنقفل فتحات المنظار من عند الشيس بتاع البطن عشان ما يحصلش فتاء لا قدر الله. بنستخدم نظام الإفاقة السريع بعد العملية إيراس Enhanced Recovery After Surgery، وده بيقلل من مشاكل ومضاعفات التخدير. لو عاوز تعرف ايه هي عيوب عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.